بس وقعت قدامي صفقة بروتين دراجون وهبيعها لاخواتي ب 250 جنيه. اوعى تفكر انك تشتري حاجه زي كده، لان ده اكبر خطر بيحصل الفتره دي على الشباب. وشفت الفيديو ده ابعته لاي حد انت بتحبه، علشان لازم كلنا يبقى عندنا وعي ومحدش يتغفل. شاذلي مشهور في مصر بطريقه كويسه جدا لانه مجتهد في مجاله، ودي حاجه ما تعبوش. لكن اللي هيعيبه ان يجوا في نقطه زي كده ويتكلم، لانه فعلا هيضر الناس كتير قوي وهو مش واخد باله. وانا ما بقولش الكلام ده لان هستفيد من حاجه او هيدخل لي فلوس من اي حاجه، لان انا راجل لا اونر في شركه سبلمنت ولا يهمني الموضوع من اصل. لكن اللي يهمني اكتر ان كل متابعيني يكون عندهم الوعي الكافي، محدش يرمي فلوسه وصحته في اي مكان والسلام. تعالوا كده نتكلم واقعيا، وهثبت لكم دلوقتي ان اللي بيحصل ده اكبر خطر على الشباب. الاول كده تعالى اعرفك الواي بروتين الخام بكام اصلا. كيلو البروتين الخام دلوقتي اعلى من 600 جنيه وانت طالع. تخيل يا صديقي ان هو هيجيب كيلو البروتين الخام ب 600 جنيه وهيحط لك عليه فليفر والباكج بتاعه كمان مصاريف تصنيعه ويبيعه لك ب 250. اكيد الموضوع مش واقعي وفي حاجه غلط يا صديقي. لازم يكون عندك وعي. وبالمناسبه مستر دايت اند شيت اتكلم في الموضوع ده من زمن، شوف الفيديو بتاعه دلوقتي وهتتاكد من الكلام اللي انا بقوله لك ده.